سلام تخاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيوم إذا فيديو زيا هذا أزياء قداسي مستيرنا أمريكا تزلع على حيلة تبزح زلوا وتهدراوات وارا يكونن أمريكا بزحالة 5 عامات بديك كاب جابان نيكولاراوات وارا أرياتوي تتقيمات اللي تفلتنيا إزاز أطوار الزح جن ريولو مجن أبتدقاقامي بزجيريان هجرات تلمسنن أبكو طبعاً ولا أبو تحضروا عقمنون كم زلمسان كم زتفشان تجبرن تزحيله مستيرنا أمريكا وحيلي الزي قوم تدقاقام تتكملوا لا حججن نسون أبكلوا لابد حلو كريين نسدما دولار يبهال أنا يكون كنت قلت لكم توب اكسبرتس نايزي كاب أفريقيا كاب كل كفل العالم التمرات نايزي زقاتمهم كقلت لهم مجمريا بهندق جمرينا. This is going to be very powerful. لايك جبروا كسام مودة نفس وكف ستوري ويكات فيديو سمعوا بزح كتمهاروا اليوم كنمهاروا لينا. Let's go. I genuinely feel the biggest financial terrorist in the world is the US dollar. All our monies are in Nostro accounts, and somebody in the US can say you cannot withdraw it. أنا قبل بيزامني بلا لعب سيوني عب كامباني زاب عالم تزلع على جبر شبرا وحيلن تلو نا أمريكا دولار يبلا له مغنياتو كل جنزب كا دمر هيس كازم تخايا جنزب مفتاح يورك الكوز خير حيلي أمريكا ترايز اللوا ولا أب بانكنا هند خلو ويا أب قال خلو مغنياتو قطر سلازخونة تورقة بيتكاز ولا من البات كعاد سواد خوليهم زبز حق جنزب بون قطر بانكيو جنزبكم 10 11 13 بانك زلكم قطر ورقات هيكون تقميت ذا القطر يا وزلنا قطر لوك قبره قوليهم سازي تزل عليه قبر شبرا وحيل زلوا بعلم دولار أمريكاني بلنا له نسمع عليه نقطة From tomorrow morning, and you're stuck. Yeah. That is the power of the reserve currency. And I think we are at a very crucial time in the world history, where the world is desperately looking for an alternative reserve currency. These changes happen once in hundreds of years. The last time it happened was when it moved from the British pound at a time when people used to say the sun never sets on the British Empire. زي هذا أزي أقداس سبكستو ولا لزلو يبلنا له هذا الريزيرف كارنسي ويكا علم هبتنا تا جنزبنا تا بوتا قمت له كارنسي أب 5 عامات 8 عامات 100 عامات يزغيرة ما بجحت زي تاريخ تملي سنان ترينايو the last time قدمي كالاي كوينات عالم بربعاتات مالتي قدمي زنا برا بملو ناي بريتش باوند دينيرو ناي عالم ريزيرف كارنسي أبت جزيتي صحي أبنك سنة ناي بريطانيا يتعربني هذا بحالو زنا برا جزيه مغنياتو أبنك سنة سلوزنا برام تبريتش امباير مالتي نسا دحرتي كالاي كوينات عالم زامو أمريكا مراحيت كوينات سلوز وصت دولار دما ريزيرف كارنسي خوينو أمبارز نجارزي نافريكا بخميس ألوا كالوت علامات كأمنتها ألوا ستيب باي ستيب كنرينا مجمريا أفريكا أنتي بلبزع بازي أبي تبص حلو نسمع. Good thing. Kill the American dollar. You come to me, you want to buy gold, and then you give me papers, and then you call that business. No. And right now the economy is running on the false idea of Nixon. أنتي بلالو. كيل دولار سنقتلوا لنا مغنيات انتهي بلا له وحدش جنزب ممتصة كما يكونن أبزو أنا زيلكا دبوب أفريقيا بعالم قال كابتن زبالة ورقة توص هاجريا ورقنا تاج ممتاز شتو بورقتنا أمريكا مغنياتو دولارنا أمريكا زورقات نفلتو مالتيو بورقة كجمر كلك أدم كسب شن شادمتن أبتدي 7 دولارنا أمريكا بورقة يزدقف نيرو سلزي كل دولار ورقة تقبل كلا كندو معك أنا دما ورق لك هاي زبالة يراب 7 جن زي بريزنتري ودلهم ريتشارد نيكسون زبال درجي دولار أمريكا بورق إنه عندك فولا قال عندك فايلة أبزوان زي ورقتهم بعلم برينتس قبروه بزي بحنت سنتيم زي تخون برينت قبروه زغل ورقات لجمتهم ورق خان معدنات كان مزميزهم نسخاب دغلت نسون ورقنات أبعلم زل على ريزيرف ناي ورق زلوا أبزوان زي سنترال بانك أمريكايو نتورك خزين ولا سلام داي نت دولار ناتهم سلزي أمن وات سام بوينت كله سلزغل نا ورق خملاس كم زغل ويكا كلا عينة ندخمت سلزغل زبس حورك أبزق زي
سنترال بانكس ناي تشاينا ناي امريكا ناي هند ناي كالوتيوم قال سبات وعد ورقي زلهم زي ناي ورق صنيحنا نرينا نسمع ياغن We will remove the American dollar from being gold based to being paper based. So Americans don't need any backup for their economy. All they go is to go to a photocopying machine and photocopy more papers. So we are going to be reaching a time right now in Zimbabwe where all the gold that was stolen by the Europeans is going to come back to Africa. How? When we sell you our maize, we sell you our flowers, we sell you our coal. We don't want some damn pieces of paper money in our accounts. Pay in gold. أبزوان زي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أب كال كرنانا عالم يتفشون بانكرابت يخوننا له سلازي جنزبنا أب حدا بانك زي كنا أب استفلا لي بانكتات كان السجاجرو يمهتناكم كالاي جنزب كاب بانك ولا بزح جبر دامبر أو كف بمبات تقمية بلون سلازي أب استفلا لي أسد كلاسس أب بركتات أب كريبتو أب كالوت عينت كم بعد وركون إنفست هم جبرو كن كلالنا diversification سلازد لينا سالساي دما تكنولوجي نا تغير خي كله نحنا مع ريوخ نسقم كن مهارن كن فلتو كن بقاس علينا بزح عدلات دما كفوتيهم نتقم لهم نعوك حق الزغل كورسات علينا بليز تتغاملوا وتسيد كم صاركم دمايو thank you very much انتهي لو حنت ادي اقداسي كابت بزح زبالوك انتي سامرايز ناغبركو خي اندي زلي كساب حجز نبره نقدي بدولار نساتهم بفوتوكوبيناتهم جيروم برينت خغبرو زخلو ورقات جيروم ورقنان هابتنان معدناتنا كال هابت صقاتات افريقيا يصقاتا زلو نعوخ زناصنهم مسغزيه جن منالبات الدولار توديقو نقد دما بورق استسنيه كون تخينو ورقنا كملسنايو سلامنتاي بلالو ناتنا صقاتات كتوسو تدليقم ناتنا كوبالتي ناتنا زنك دي ناتنا كوبر دي ناتنا كال معدن كتوسو تخينكم ورقه تكفلونا لكم كنبلنا كند ورقه تخفلونا يبلالو this is very very interesting concept نسوترا يغنا يكونن كمزبل زلو صنيهلنا كملسينا نسو قال بريزنت نبرنا ساوث افريكا كزارب نسمعيو دحريو انترناشونال بزعبا غنزب انت عينا ديسكشن سالو سلمنتاينا دما دولار نتكم بركع كنريو كنجمرينا saying in order to avoid this consequence of the imposition of sanctions by the United States on the basis that you are using their currency, in order to avoid the consequences of sanctions that arise from that, let's walk away from the dollar. And hence the global discussion taking place. تابون بيتكي ناي قدم بريزنت دحر مانديلا بريزنت ناي ساوث افريكا ناي دبو افريكا زنبرين تاي بلالو ابزو وانزي دحر نوح مالتيو علمنا تتصغطنا امريكا اب نفس كم امريكا زخونه مس عبلالنت بوليسي استراتيجينا امريكا نشتي ولا نربح زبخه انصار امريكا زخيد مرقص اندحر عيسكا بقليلو انتي قبرو خيخلو كقطعو خيخلو مقطع دما بتقسم بوغنا يكونن تازقللت مقطعتناتهم بدولار يوم زقطعها سلازي اتي اقداتاتنا امريكا عندي انتي يبلو بدولار مزي هاجر زي كيتنو قدي يبلو سلازي زخونه هاجر نابخ شيء ويكا زخونه كامباني قندي نابخ شيء تترخيبو برتع مقطعت له دولار ترايكا يكونن ات فاينانشال سيستم سويفت زبهالالو انترناشونال ماني ترانسفيرز قبرلو تزعبي مقطعت دما ابرا شارينايو كاب كل فاينانشال انستتيوشن عالم ايزوليت جيروما እዚ ድማ ንብዙሓት ሰባት ስለ ደሰንበዶም ሃገራት ድማ ስለ ደሰንበዶም ካልእ መንገዲ ካልእ ኣማራፂ ኣብ ምንዳ ይርከቡ ብሪክስ ዝበሃል ሓደ ዘን ብራዚል ቻይና ህንዲ ከምኡውን ቻይናን ሳውት ኣፍሪካን ዝርከብኦ ሓሙሽተ ሃገራት ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ናባተን ይኸዳ ኣለዎ ዝበሃል ንሳቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ባጤራ ንኸምፁ ይዝረብ ኣሎ ውፅኢት ክልወድ የብሉን ፅኒሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ንእሽተይ መልስ ማዕዮ ድሕሪኡ ኔክስት after analysis canatina about that, and some of it is bilateral. When Russia trades with China, there's no reason why they must use dollars to exchange. None. And so that even India is saying the same thing. So globally, there's a discussion that is taking place to say we must find alternative means of trading among us. تي كان زعقم زلون تايو أبز عالمنا مسلكم هندن تشاينان أزيون عبيت هاجرات تكاتك أزلوا هاجراتين قربابتين بس نقدر مالون بمنتايس كينك ده بدولار أوكي دبوب أفريقيا أنغولان تحنت وركن تأجتنا لو تحنت دما ندار اللوا نقدرنا تم بمنتاي كاي بدولار
እዚ ድማ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ስለምንታይ እዚ ምርጫ ክስናኺ ኢለን ሃገራት ብፍላይ ሃገራት ኣፍሪካ Have you ever wondered why intra-Africa trade is sitting at 18%? I'll tell you why. We have 43 different currencies on the continent. It's difficult to trade with each other because of the currencies. It's easier for us to exchange with the US dollar, with the euro, than with each other. Why is that? እንታይ ትብላላ ትፈልጡ ዶ እቲ ንግዲ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኣፍሪካ ዘሎ 18% ጥራይ እሞ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዘሎ እቲ ምኽንያት ትብለናላ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ባጤራ ኣለዋ ስለዚ ሃገራት ኣፍሪካ ንሓትሕደን ብባጤረን ክነግዳ ኣይክእላን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ባጤራ ወረቐት ስለ ዝኾነ ሃገራት ድማ ጽቡቕ ገይረን እየን ዝፈልጣ ንዓኻ ወረቐት ይበናኻ ብኮንትሮል ገብረኻ ክለ ምስ ካልእ ሃገር ክነግዳ ከለዋ ግን ክልቲኦም the same game ስለ ዘለዎም ኣይተኣማመኑን እዮም ስለዚ ሃገራት ኣፍሪካ ኣክን ምስ ጎረቤቶም ምስ ኤውሮጳ ምስ ኣሜሪካ ሃርድ ካረንሲ ካብኡ ናቶም ብርትዕ ዝበለ ካረንሲ ስለ ዘለዎም ምስኦም ክገብሩ ይመርፁ ስለምንታይ ንስማዕ ሕጂ Berlin Conference. It's easier for Mozambique to send Mozambican oil outside Mozambique to Europe and everywhere else, just so Zimbabwe next door can buy. It's easier for a company that's manufacturing the best ceramic tiles in Africa, in Egypt. That company sends its tiles to Italy, only for the Africans to turn around and buy the same tiles, 20, 30 times the cost. Why is it that we are not trading with each other? Why are our children crossing the Mediterranean in search of nothing? Relates back to the Berlin Conference and our inability to work together. So بحفشة أتي تمغنا يدخل تبلاد الله أنتي تبلالا إزي مجزات زفترات أجمع حرد ما تمجزات أنتي جرو نزين هجرات أزيو مغاغيلو أنت رايدة كونسي نفسه كيف هجر بخاله هجر تجزاء سلز نبرت زيادة زمدنا مستا أوريجينال تجزاء زنبرت هجر كون كله مساعتهم كانوا يدخلوا يقللوا مغنياتو اتباطيرا كاوز رغبوا كاب كالي نخالي نقرات نخجزو سلز حجزهم اتا غربيتهم هاجر دما نتكاب غربيتهم كغزو زخول زنبرو بمنقد طليان ديخون بمنقد كالوت هاجرات كيدهم كغزو خلو ازي خبر زدما افريقاويان بحاد كسرحو كساب حجي سلازي كالو كسرحو سلازي فتنو زلو ايفتننا ينبلنا سلازي تعوتو لزلو ازي صقم زي يقتل ናይ ባጤራ ነገር ግን አፍሪካ ትራይ ዝምልከት አይኮን ወለተን አበይት ሀገራት ቻይና ራሽያ ህንዲ ካልኦት ሀገራት ናይ ላቲን አሜሪካ ብራዚል ብዙሓት አበይት ሀገራት ናይ ዓለም ንዓንውን ዘጥቅዩ ናይ ባጤራ ገይም እስከ መጀመርያ ንስማዕየ ብኸመይ ዝሰርሕ ዶላር ከመይ ገይሩ ነዝዕብለላ ኮዝ ክረኽበ ኽኢሉ ካብ መሰረቱ ንመሃረጅ About economies under pressure, currencies going up and down. Today we want to discuss how the world economy functions. You see, every country has its own currency, but every country does not use its own currency to interact with the world. So which currency do they use? Mostly the US dollar. The dollar is the currency behemoth of the world. No currency comes close to it. We're talking in terms of usage. Oil trade, goods trade, generally most of the world trade is settled using the US dollar. እንታይ ትብላላ بزعبا نقدي بزعبا وورلد ايكونومي بزعبا كالو كله كنزارب كلنا نفس وكيف هاجر ولا باطيرا ناتاي هلوا مسكالوت انترناشونال نقدي باطيرات تقام هاجر يلان منالبات ابزع عامت ابزع حلف عامت كساب حجي تشاينا مسقلقل هاجرات جميرالا كالوت هاجرات هنا نشتي جن بزعبا باطيرا تتاب انترناشونال بزنس كنزارب كلنا التقوبلل عنتر زخونه باطيرا نا امريكا دولاريو ازيد ما كل عالم زقبلو نداد بخمو كالوت كلهم اخلي يخون كوتن كالوت ريسورسز بملاتهم بين امريكا دولار يوم زعقونن زشيوتون زنقدون فوركس شرفنا كل عالم دولاريو سنتر بيز ناتو سلازي اذا بقليلو خيار زخيل كابلو من صباح يكونن نشتي نسمعيا براكتيكاليتي كما يقيد على تيزي هيستوريكالي كاب تاريخ زنبري ابزع جوان كما يالله هندرينا Most international transactions between countries and companies are conducted using the dollar. The dollar is also the world's dominant reserve currency. What does that mean?
A significant chunk of wealth owned by countries around the world is held in dollars. It's their reserve currency. They save their money in dollars. ካልኣይ ንኣሜሪካዊ ዶላር ኣዝዩ ሓያል ዝገብሮ ሪዘርቭ ካረንሲ ዝማለትካ ሃገራትን ግለሰባትን ሃብቶም በዚ ገንዘብ እዚ ስለ ዘቐምጡን ስለ ዘቐፅልዎን ስለዚ ሃብቲ ናይ ሓንቲ ሃገር በቲ ዶላር እንተሎ ብቐሊሉ ካልእ ክትቀይራ ይትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ከ ሪዘርቭ ካረንሲ ኮይኑ ሓደ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዓንተር ስለ ዝኾነ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ ናይ ኣሜሪካውን ታራ ኣለዎ እዩ መርሕነት ኣብ ኢኮኖሚ ፅልዋ ኣብ ኢኮኖሚ ክህልወካ ከሎ እዚ ድማ ነቲ ምትእምማን ይፈጥረሉ ነዊሕ ዝፀንሐ ባጤራ እውን ስለ ዝኾነ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንኣብነት ሓደ ዓቢ ሊቅ ብዛዕባ እዛ ርእሲ ዘሎ ክልተ ሊቃውንቲ ክዛረቡ ክንሰምዕ ኢና ካብ ጥንቲ ክሳብ ሕጂ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ this is very very powerful ላይ ግበሮ This belief and this continuing belief that the US dollar will always be the de facto global reserve currency. And the current mantra is that it's better than the rest. Everyone else is worse off than the US. Western Europe is in trouble. Japan is in trouble. China is in trouble. Everyone's in trouble. But if there is a coalition, a scaled economic coalition that starts to shift the balance of power a little bit, and the US meanwhile is taking on extraordinary debt loads. Exactly. ሓደ ካብቲ ወላ ንሕጂ እውን ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኣብዚ foreseeable future ናይ ዶላር ዕብላላ ክእለ ይኮነን ስለምንታይ ወላ እኳ ኣሜሪካ ፅቡቕ እንተደየለ ኩነታት ናይ ኢኮኖሚ ገለመለ ካልኦት ሃገራት ፀገማተን ይገድድ ኤሮጳ ኺድ ምስ ኣሜሪካ ዝወዳደር ኢኮኖሚካዊ ቫይብረንስ ወይ ሓይልን ለውጥን የብሎምን ፈጠራውነት የብሎምን እና ኣረጉና ጠፈሹን ይኸድሎ ኤሮጳ በመንፅር ኣሜሪካ ክንሪኦ ከለና ካልኣይ ቻይና ቻይናን በዓላ ወላ እኳ ኢኮኖሚካል ተዓቢ እንተላ ብዙሕ ኢሹስ ኣሎ ሓደ እቲ መንግስትናቶም ፍትሓዊ ወይ ካ ዲሞክራቲክ ኣይኮነን ስለዚ ሓደ ሰብ ብናይ ቻይና ገንዘብ ከቐምጥ ተጀሚሩ ወይ ካ ግለሰባት ወይ ካ ገለ ሃገራት ፍርለወን ጉድባይ ክብሉካ ስለ ዝኽእሉ ገና ትራክ ሬከርድ ስለ ዘይብሎም ነዊሕ እዋን ስለ ዘይሰርሑ ስለ ዘይተራብ ቁጠባ ዓለም ሰብ እምነት ኣውሪዱ ብገንዘቦም ከቐምጥ ኣይክእልኒ በዓል ህንዲ ገና ታሕቲ ኣለዋ ካልኦት ሃገራት ጃፓን ተሪና ኢኮኖሚካል ንበዓላ ስትራግል ትገብር ኣላ ነዊሕ ዓመታት ገይራ ኣላ ስለዚ ካብቲ ናይ ካልኦት ዝሓሸ ዶላር ወላ ሕማቕ ይሃሉ ዶላር ኣብ ዝበለፀ ኩነታት ኣሎ ግን እዚ ማስ ክቕየር ክእል ብለና ኣሎ ሓያላት ሃገራት ብሓደ ተተኣኪበን ንኣብነት እዘን ብሪክስ ዝበሃላ ዘለዋ ሩስያ ብዙሕ ተፈጥራዊ ሃብቲ ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ አንተር ዝኾነ ተፈጥራዊ ሃብትን ካልእ ቴክኖሎጂን ዘለዋ ሃገር እያ ቻይና ብዙሕ ህዝቢ ከምኡ ድማ ፈጠራውነት ኤጁኬሽን ኣብ ኩሉ ዓውዲ ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዋ ሃገር እያ ብራዚል ተፈጥራዊ ሃብትን ብዙሕ ህዝብን ዘለዋ ሃገር እያ ሳውት ኣፍሪካ ዘይተኣደነ ባህርያዊ ሃብትን ኣብ ኣፍሪካ ድማ ዝዓበየ ኢኮኖሚ ዘለዋ ሃገር እያ ከምኡኻ ህንዲ ወስኸላ ኩሉ ቴክኖሎጂካል ኤንድ ማን ፓወር ዘለዎን ሃገራት ሓሙሽተን እዚአን ተኣኪበን ክሰማምዓን ተኽኢለን ኣብ ሓደ መዕለቢ እዚ ንኣሜሪካ ዓበ ብድሆ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ኣሜሪካ ንባዕላ ኣዝዩ መጠና ኣዝዩ ገጅፍ ዕዳ ስለ ዘለዋ ንክትከፍሎ ናይ ትኸፍሎን ድማ ኣብ ኣጠራጣሪ እናተጠራጠረ ስለ ትኸይ ዘላ ይብለና ኣሎ እዚ ዓቢ investor and analyst you load spending $1.7 trillion in an omnibus bill has this massive unfunded social security problem coming down the pipe and are trying to manage multiple funded conflicts around the world. It could be that the US dollar coming out of 2023 starts to trade more like a risk asset and less like a risk-free asset. That's my big contrarian bet, is that maybe this year marks the beginning of the end. So እዚ እቲ ኩንነት ናይ ኣሜሪካ ፀገም እኳ እንተሎ እቲ ንካልኦት ሓድሽ ንኽፈጥራ ክደፋፍእ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ እዚ ብመንገዲ ኢኮኖሚ ጥራይ ክሪኦ ከሎ እዩ ብካልእ መንገዲ ኸ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ዘካርያ ናይ ሲኤንኤን ዝሃብ ኣናሊሲስ debate going on right now about whether the dollar's total dominance of the international financial system is waning. Even Goldman Sachs and the IMF have warned that it might well happen. I tend to disagree. In my view, you can only beat the dollar with something better, and for the foreseeable future, there is no effective alternative. But it's clear that many countries, from China to Russia to even friendly nations like India and Brazil, are working hard on ways to reduce their vulnerability to Washington's whims. None of these efforts have so far gained much traction, though it's worth noting that the share of global foreign reserves held in dollars has declined from 71% to 59% over the last 2 decades. Now, partly this is because the United States appears less stable and predictable in the use of its extraordinary privilege. In the 2 decades preceding Russia's recent invasion, Washington massively ramped up sanctions for all kinds of reasons by more than 900%. ስንታይ ይብላ ኣሎ ወላ እኳ ካልኦት ሃገራት
مس أمريكا زودادرا كمون محازوت أمريكا زخون هاجرات كالم رجعتات زدليا زلوا انتلوا مس أمريكا كودادر تخل مس دولار كودادر تخل أبز حتى يروان خمسو يمزبل أمنت يبلين بلالو بزحت عبيت كيلاتاتي بن كم بعد جولدمان ساكس عبيت بنكتات أمريكا نساتون قمتها لون فوركاست يقبر له دولار كود كم زغل وي مس كزي كده كم زغل قمتها لون يبلالو تتساقم كوين زولنا أمريكا እቲ ዶላር ሓይሉ ጎዲሉ ወይ ፀገም ሃዲዎ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦቱን ካብናቶም ዝገድድ ፀገም ኣለዎም ፀገም ኣሜሪካ ከም ሃገር ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ርጉእ ስለ ዘይኮነ ስቴብል ስለ ዘይኮነ ሓደ ሪዘርቭ ካረንሲ ትጥቀመሉ ሃገር ባጤራ ድማ ርጉእነት ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ ላዕልን ታሕትን መብዛሕትአን ሃገራት ባጤራናተን ላዕልን ታሕትን እዩ ዝብል ዶላር ግን ርግእ ክብል እየን ዝደልያ ስለዚ ኣሜሪካ ግን በታ ካይድኣ ብዙሕ ዘይርጉእነት بتحدو جنب بتخالكا بقى نني الشيء نزبد لها $1 غير كمقطعتي التي sanctions ويكات جراتات تجور زلا 900% برتعي له بزحله ابز حلفه كلته ابز حلفه اسرع عمت راين ترينا يبلالو سلازي ازن ودزن نتي نا امريكا صلوا نا امريكا ابللا قال هاجرات كمي لن كابي هاد مالوا ويدما كلته نغير كنرينا مودا تانتا كريكمي امريكا دولار نات قديفنا ناب خالق كيدنا نزباله هاجرات انتي كتقبرن تخلق محجاب تاريخ انتي كنا مهار نغل كنرينا قدمناو مبصحنا قن نزيا اقداسيت فيديو نرايا تي دولار دي دولاريزيشن وي كانت دولار تقبر زلو غعزو انتي يمثل بحثر زباله كنرينا revolt. The world knows it as the king of currencies, but the dominance of the dollar is now under threat. More and more countries are looking for alternatives, and China's yuan is emerging as a clear challenger. The latest one is with Brazil. Brazil and China are ditching the dollar. From now on, they'll use their own currencies for trade. And why are these trends significant? Because currencies drive commerce. The dollar's dominance gives the US an outsized influence on the global economy, and a shift away from the dollar will only hurt America. It will also hasten the rebalancing of the global economy. And the petro-yuan is rising. Petro-yuan is simply using the yuan to settle oil bills, just like the petrodollar. And China is making an aggressive push for this. So, ني حنت كابتن أمريكا challenge خدقبر تدل هاجر انتلا China يعني صدمة بستفل عليه من قدم سكالوت هاجرات ركبات تقبر الله قال كابتن عبيت ويكا significant ترى أي نقرتله ناي راشا ناي برازيل president كاب أمريكا وقربيتان عباي مشاركتان نعاقدي فامس China بباتيرون كنقدو بمسمى معهم قبل العليود ما تزعبيت الله يعني سويكا محاز أمريكا زغون السعود عرب قال كفال نداديا بناي تشاينا باتيرا كشيت موسانات راديكونس تبقى صوتات موسادا كالوت كم بعد إيران زعم السلاون نابو قطن مخادن قال هاجرات أفريقيا كم بعد كينيا ون ندادي بباتيرا ناتن كجزء مجمارا إزي $1 أمو أبزخون يكون نقدس تكملوز نبره نقول له نكخيط يقبر له زدما سقطي فترالو بمنصور دما بفلاي قال كابتي قل سبات كوينا كنريو خلنا دولار كسات كندي فالي ناتو نقول له خمسة خده بمنقستات رادي كونس بقل سبات نرأيو. This is very very important أنا كم قل سبات ورقات ويكا قطرة بانك سلجلنا 100 شحلنا 5 شحلنا نبل لنا التناي مجزع عمون تاي قاط مال الرأي وابزي. Old timers say all the time, $1's not what it used to be, and I'm like, what are you guys talking about? And I'm like, I don't know, maybe if I could time machine back 50 years ago, I'd want to buy some land in Paradise Valley, California, New York, and get a really good price. But would my same dollar carry the same impact back then? Well, look at this. Since 1900, the value of $1 has dropped through time, now to 2018, at literally like 3 cents of the value of the original dollar, which means we have lost so much buying power. أبز حلفة 100 عمد بفلاي كابش حنش عتمتين 10 سلستن شنش عتمتين 10 سلستن أجي أقداسيو مغنياتو تي سنترال بانك نا أمريكا تي فدرال ريزيرفز بالس تمسرتو لينيرو سلذي كابتا مدرغتها جميرو دولار نام كل كباب تيس 8% فاليو ناتو ويكان يمغزع عمو كم زغودلي زنكر سلذي دولار نا غودلي زخيد دولار حماق سلو زخونه يكون نفسه كف باتيرا بعالم زلو كاب دولار يحماق برا يعيشني إنا غودلا نا كل زخيد دما سو إذن دحر خوينة تكون النت كنتنكا كنكلا لنا جنزب كزينا 10 عام 3 عام بانك نقوم تزلنا
ناي مجزع عقمو نانقل يسخيد الزمن كل قال أبز حلفة 3 عامات راي ولا نتزير دوز نبره كردو خيلو مغنياتو أسبيزا خمي كبير له ناي مجزع عقمو ناي جنزب كاي قدل كم زلو بين تفلد أسبيزا تاتن جزا خراين كالن لعلنا تونج أفق متخلو الزد ما يونتي buying power ويكا purchasing power نايتسب يقهم علو كالم الرجعان alternative جنزبكا فاليناتو كعقبالو زغل ناي مجزع عقمو كعقبالو زغل ويكا كعبيلو زغل من قدي كتنادل لك إلا نزاربن كالوت كيلاتات نا إيكونومي جنزبكا سقيلو كقهمم أيتو دفزولو أمريكا جن سقيلا حيلان كيلاتان دولارا قديف كان بكالك كيت كلها سقيلا تريكونت ناب تاريخ نزل نزفتنو انتاي جراتهم نرايو this is very powerful كان مهارلو لنا. In October 2000, the president of Iraq, Saddam Hussein, announced they would no longer be selling oil in US dollars, only in euros. Which on the surface is an innocent change. What's the big deal? The big deal is that Iraq has the 5th largest petroleum reserves in the world, and in the 2000s it had become the world's 5th largest oil producer. So when Hussein decided to start selling oil in euros instead of dollars, the US wasn't too happy. ኣብ 2000 صدام حسين ናይ ቀደም ነበር ፕሬዝደንት ናይ ኢራቅ ነዳዲ ናይ ሃገሩ ኣክንዲ ብዶላር ብዩሮ ክሸጥ ኢሉ ወሲኑ ክትሰምዓ ከለኻ ንነፍሳ ዝኸኣለት ሓራ ዝኾነት ሉላውነት ዘለዋ ሃገር ምርጫታት ክትገብር ኣለዋ ኣብዚ ዘዛርብ የለን ከም ዝበሃል የለም ኣሜሪካ ሶ ንዶላር ገዲፉ ብዩሮ ክሸጥ ኢሉ ወሲኑ እታ ገዳሲ ግን ኢራቅ ታዝላዕ ገለ ካብተን ዝበዝሕ ነዳዲ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነስ بقرباون زلع على درجات زنبريا سو أب كل تشحن زوسينو كباب 26 بليون زتمن بيورو دما نداد شيتو أوروبا دما تحققوا نيرو أمريكا قلنا أوروبا كم زيتو قدسهم ويكا ناتو بربحال على زخون يخون ولا على مشاركتهم كم زخونو بزيا كتبرها لكم يا انتاي جيروما كل تجزيه كلتا example كنرينا. By February 2003, he has sold over 3 billion barrels of oil for 26 billion euros. A month later, the US invaded Iraq. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to So, بحرستو السنة بمخنيات ناي تيروريستس اب امريكا زهرمو مس إيراق ركب زي باللوم زخون ركب عين برا من إيراق زخون يخون مخنيات هنا نبرا ناب إيراق زورر جن لك تاني ندادي كما يجرنا مخنيات نفترة الله نيرا نتاها قوة تدقيمهم أمريكا أسكفنا على ما سكفت وراء اللويلهم وج جورج بوش أوجو انتهى قاتم وزج أنا سلز بالكم ما يكونون بعلاتهم كأمنا خلونا نسمع. Arm Iraq to free its people and to defend the world from grave danger. حزبان ديمقراطية المركب ناتنا حزبهم من محلاوي لنا زوران نقبر لنا يلو. In an operation ironically called Operation Iraqi Freedom. They overthrew Saddam, and by June, just 4 months later, the country was back to selling oil in dollars. دحر 4 ور حنا يتوقع ندادنا العراق بدولار كشي جميرو. Years later, a number of US officials started to let the truth seep out. Former head of US operations in Iraq, General John Abizaid, said, "Of course it's about oil. We can't really deny that." General Abizaid عوز نبره كوينو تريف التكوينات وق بنداد استدرخي نيرو يلو يأمني بلنالو كلتا 3 كيلاتات. Former Fed Chairman Alan Greenspan wrote in his memoir that, quote, "I'm saddened that it's politically inconvenient to acknowledge what everyone knows. The Iraq war is largely about oil," end quote. الزدمان هاي فدرال ريزيرف حلافز نبريو كل سبب زفلتون بوشت تردون نجار تول أمريكان ندادي كل خم تجبر الزدما نهيرا وقدما كومينير كاوس هاي نبرن كوميل كانوا خطنجرو أدلا يجنا يكون. And former Defense Secretary Chuck Hagel said the same in 2007. Quote, "People say we're not fighting for oil. Of course we are," end quote. Venezuela, 2002. Coincidentally, Venezuela also has large oil reserves. In fact, they have the largest proven oil reserves in the world. At the time, Hugo Chavez was in charge of Venezuela as the dictator president. تخيلت example دما ويا بندما فنزويلا حنت كابتن زلع عليه حبتنا نداد زلوايا أبزي حنت كتبرها لكم إزوم ديكتاتور صدام حسين قد مزيان نداد بيروك شيء مجمارو ديكتاتور ويكا مراحي ويولك أملاغي نعمتها نيرو شو يكون مراحي خوينو نعم أمريكا ديكتاتور دي خوين كاقلو خوين كاقد سمني
نداديخا بدولار تشي تخينكا بتنسوم زدليو من قد تخيكا نهزبخا تشافلق ديمقراسيا هالغا أي قد سومني the moment كابتنا دولار وي كابتر بحاناتهم كتوزت جمير كايتنا ديمقراسي وعنقاز الجمر إذا أكتر دانا كلا الله برسنا أينو قال يهم هيتو حتى كون أنا أمريكا متراف بزوح زي بلكون سبات اللهم بتزي كاب أمريكاويين دم تزول لهنا يكون كون فترة زلقوا تدي حكي فتيهم تليهم كنسمع لنا سلازي تشافيزون أنصار أمريكا من هو عامتات مس أمريكا ذا سبعة معين برون التناوتو ندادنا بكالو تاجرنا أمريكا ديكون نبكالو تاجرات بدولار يشتونيرو سجمونا إنه برومن then But Chavez, a die-hard anti-American leader, was about to make the same grave mistake that Saddam Hussein made. He planned to start selling oil for euros instead of the mighty American dollar. Well, we can't have that now, can we? So in 2002, the US backed a coup against Chavez, which ultimately failed, but it crippled the country and its economy. Empires are built on oil. Yet despite having the largest oil reserves in the world, today Venezuela is one of the poorest economies in the world. So, yes, the Hristo Sene بعلوا منجست كم زلا جيرا تهاجر أبزو عارز فنزويلا قال كابتن زدخة يا هاجرات ويكأب أزيش قرت ركاب هاجر أزيم عبلتنا هبطة زنبرت أفتزتحت الدرجة هم تورد جيروما سلزي كاب أمريكا توصل تغيل كتفتن تغيلي خاب فلا نداها اللي كاب كالك كتفتن تغيلي كاب ناتا عن كيل زوجات هاجر جنيه لانك ساب حجي سلزي ولا قاعد كم أنتي دولاريزيشن قال بهال تلو أمريكا قللتي قانون أمريكا أبزو عارز نريز لنا وش تأوس أجمعتهم دايو زيادة كل عنا نخالو تهجرات عدل زب زلمبر حيلنا أتوم ويكا تخجبروز خلو شرحي قليل كم زي كونه بشترينا لنا سلزي دولار تزبرت أشوارنا أمريكايوم كاب دولار وصاي كي تجمير كادما تعجا قليل كم زي كونه لنا of course China وريهم قوبيتهم كحزواي كل يوم نهند قوبيتهم كحزوا كل يوم في الليل ما بريكس بحد خوينا انتصريان كم تكيلا قبل الناس أنا أمريكا ريلي ندولار بحكي تشالنج قبروي يخليهم أمريكاون من رجع بلان جن ببينن كقبرو خلوها انتهى كم زجبرتن رينا لنا I hope إذا حبريتها زفلت أزك مهرنان كنت كملون نخال نجر كم زعينة حبريتها يمهرنان يتغمناني ليه زغربه ناتكم ريتو ناتكم حسابات بهنات من قد خد في العيد ما بتعتني حتى كم نابلكم أبز خودي أبكالك سامر رغبت تصبغوا تشاو ناي أفريقيا قطباو عبيد زكاد سكات خوينو الزبال اختزس معيو مجمريا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست قبرو نك عبدي مخنياتو أب بانكو خفيلو زولو جنزبكا بانكي زتكاملو زولو نيروبا نامريكا ما يمعبلو لولو وصرخلته نافريقيا اختكم زخيل كيلتن فلقتن نخنحس كنبقاس علينا بيزنس كنا مهار كنكلا لنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان أفريقيا خنتغبان نخل وصر سلسته أب أفريقيا نهانسو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا بكريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقول حزنا خيرنا بأفريقيا إنفست مقبار في وقتنا أفريقيا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لومس بمتوسينا كن مهارن سكم تكن وسدن كن كلالنا نزل حقس كورسات مالنا تتغمولي بلاكو